السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ بخير مزيان. انا غندير معكم شباكي وغندير ندير معكم طريقتي، وصراحه كتنجح ليا الحمد لله. واللي بغى تجرب الطريقه ديالي انا غنشاركها معكم. بالنسبه للدقيق درت 2 كيلو وشويه، و2 كيلو وربع، ودرت هنا 2 كيسان ديال الجنجلان ونص مطحونين، وكاس ونص ديال اللوز. هادو غير مصهدين ومطحونين مزيان، ما محمرينش، غير مصهدين. وبالنسبه لهذا النفع غندير 2 معالق كبار، حيت انا خدمت بالصغير. 2 معالق كبار. هذه حبة حلاوه غادي ندير معلقه كبيره بالنسبه ل 2 كيلو. هذه القرفه غادي ندير 2 معالق صغار. هذه مسكه الحرات، هي وشويه ديال السنيده. بالنسبه شويه الملحه رشيت شويه الملحه مع الطحين. هادو غادي نخلطهم مزيان. بسم الله ما شاء الله. نخلطهم دابا مزيان وغنعاود نغرب لهم باش الا بقى شي واخا طحن الجنجلان واللوز مزيان. واحد الفكره البنات، الا كيتعجل لكم اللوز ولا الجنجلان ملي طحنوا حتى تعبروا شحال اللي بغيتي ديروا، خلطوه مع شويه ديال الطحين وعاود طحنوا عاود ثاني، راه كيطحن مزيان. داك الطحين كيشرب ليه داك ليداك. ودابا غادي نغربلو عاوتاني مزيان، ربما تكون شي حاجه ما مطحوناش ولا. وغادي نرجع معكم نزيد ليه الزيت والزبده وغادي نبسبسهم مزيان. اما بالنسبه للمواد الاخرى حتى الصباح ان شاء الله، انا كنخليها تبات ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله. وكنزيد ليها الخل وما زهر، قاعه ديال ما زهر، كاس كل كيلو ديال الطحين كندير فيه كاس، راه فيها تقريبا 2 كيسان. وغادي نكمل ليها بالماء، فيها شويه ديال الخلقوم ولا الزعفران الحور ولا شويه ديال الخميره ديال العجين، وخميره وحده واحد الصفر ديال البيض. دابا غادي نبسبس غير هادشي ونغرب لها الطحين مع هادشي اللي درت ليه والخل، عاوتاني نبسبسو بالزيت والزبده عاوتاني ان شاء الله ونخليه. انا دابا غنغربلو مع هادشي التوابل اللي درت ليه، هذا الجنجلان واللوز غنغربلو دابا كامل. الا بقى ليا شي حاجه باقي ما مطحوناش غنعاود نطحنها، هي الطحين قبل ما ندير ليها الزيت ولا الزبده. اللي بغات دوزها في الماكينه حسنها تطحن داكشي مزيان باش ما بقاش تقطع عليها. وسمحوا لي على شي هضره اللي خرجت مني ولا هاد الجو كيكون شويه كيفاش. سمحوا لي الله يجازيكم بخير. هاني تنغرب هادشي معكم ندوزو كلشي بسيط الغربال. الا كانت شي حاجه ما مطحوناش ولا شي حاجه بحال الغربال غادي ندوزها في الماكينه، اللهم يكون هادشي كلشي مطحون باش ما بقاش تقطع عليا مع الماكينه. حتى الا شات شي حاجه هكا هز الغربال هذوك العطريات مازال شويه كثيره، نعاود لها الطحين نطحنها مزيان مع الطحين عاوتاني غادي نغرب لها. قلت لكم معكم الشباكيه ديالي كي كندير ليها وكتصدق ليا بالنسبه للبنات ديال العبادين الا بغاو يطبقوا المقادير ديالي. واش اللي كنديرها تبارك الصراحه كتجي زوينه وما كتنشفش من العسل. هذا العسل اللي درت ليها الفيديو ولا هذيك هي فاش كنسقيها صراحه ما كتشربش ما كتنشفش من العسل. العيون ديالهم محلولين على هادو يدوز، حيت انا عذبني صراحه. ومن داكشي الشاطليه عاود طحنته مع الطحين عاد لحتو. واللي بغات هنا كاع من هادوك طحنهم مزيان زيد ليهم ملي طحنهم كما قلت لكم في الاول وتعبر شحال غدير، زيد لهم شويه ديال الطحين وطحنهم. بالنسبه ل 2 كيلو ديال الطحين كندير فيهم انا 2 كيلو ديال الطحين
كندير 2 كيسان ونص ديال الجنجلان وكاس ونص ديال اللوز، 2 معالق ديال النافع كبار، معلقه حبه حلاوه كبيره، معلقه القرفه كبيره، 2 كيسان ديال الزبده وكاس ديال الزيت البلديه وكاس الزيت ديال الروميه ونص كاس ديال الخل وقرعه ما زهر وشويه ديال الملون ممزع، الخرقوم ممزع فران الحر، شويه ديال المسكات الحره وشويه ديال الملحه، والباقي كتكمليه بالماء. ولكن راه كتجي قاصحه في العجين ديالها باش تجي هشيشه وفتيه، ماشي الا رطبتي ليها العجينه كتجي قاصحه. الماء خلطه ندير لها دابا الزبده، بسم الله. بعد ما طبخت الزبده وحيت لها داك الرغوه ديالها كتكون الفوق وحيت لها هذا الماء، كاس الزيت البلديه، كاس الزيت الروميه، غنبسبسها بهذا الزيت كما قلت لكم، وغنديرها في السبيره ونسد عليها حتى الصباح ان شاء الله تشرب الزيت ديالها والزبده الصباح ان شاء الله، ونزيد لها داكشي اللي باقي فيها ان شاء الله. كنكملها راني دابا يا البنات بسبسها بالزيت صافي كملت، نديرها دابا السبيره حتى للصباح ان شاء الله، وغنزيد ليها الخل والماء زهر، نسخن الماء زهر ونسخن الخل باش تلق الزبده. بالنسبه للخرقوم انا درتو في الكاس حتى الصباح ان شاء الله. هيا دابا الاخوات درتها في السبيره نسد عليها حتى الصباح ان شاء الله، وغادي نسخن الماء زهر ونسخن الخل باش تطلق الزبده، ونزيد ليها الزعفران مع الخرقوم باش حتى شويه د اللون. يلا نخليهم حتى الصباح ان شاء الله وغادي نكمل. السلام عليكم. محنون الاخوات، كصبحتوا بخير مزيان بعد ما فقنا الصباح ان شاء الله، بعد ما فقت الصباح هاني اخوات. دابا غادي نزيد ليها السوائل، يعني ما زهر سخنته دابا الاخوات غنكملوا المقادير. هذا الصفر ديال البيض، هذا غير الصفر حيت البيض، وهذا الزعفران شعره رقدته من الليل، هذا نص كاس خل، انا درت خل عادي اي خل عندك ديريه، وهذه نص معلقه الخميره العجينه ذوبتها في شويه ديال الماء، معلقه صغيره، نص معلقه صغيره، وهذا داك الخرقوم اللي وريت لكم رقدته من الليل، صدق ليا غير اللون. هذا 2 كيسان ديال الماء زهر سخونين راني سخنتهم، غادي نزيد خميره وحده ديال الحلوى،
غنكمل دابا العجينه بداك الماء زهر سخون باش تطلق شويه الزبده. سمحوا لي البنات على الصوت شويه كيكون في الفيديوهات ناقص، وسمحوا لي على الهضره راني كنحشم دابا مع شويه ديال الحشمه والارتباك في هذا الاول كيكون بنادم شويه باقي ما مولفش. غنكمل دابا بما زهر، مازال كنعجن بما زهر، وغادي نزيد شويه د الماء، يعني كميزه تقريبا درت ليا تقريبا 2 كيسان ديال الماء، ولكن على حسب الدقيق. الفرص عاوتاني كاين الفرص اللي كيشرب وكاين الفرص عاوتاني اللي ما كيشربش. غنسخن 2 كيسان عاوتاني ديال الماء ونكمل بهم العجين. وانا راه كنخليها انا قاصحه، اللي بغات تجرب من نص المقادير تجربهم، دير كيلو ولا نص كيلو وتفرق المقادير اللي عطيت على النص، ولا درت نص كيلو عاوتاني تفرق المقادير تفرقهم كما قلت لكم. بالنسبه للعجينه انا كنخليها قاصحه، الله زاد تجمع صافي كنحبس من ليها الماء. غنوري لكم فين نحبس ليها الماء، حيت صراحه الا جات العجينه رطبه كتجي شبكه ما كتبقاش في الديكور ديالها وكتجي قاصحه، اما هذه كتجي صراحه هشيشه بزاف وكتجي بنينه. نتمنىكم البنات تدعمونا وديروا لنا شي كومنتير زوين، تشاركوا في القناه ديالي، مرحبا بكم، الله يجازيكم بالخير. راني دابا غنزيد ليها الماء، فوق ما يسخن الماء نزيد ليها الماء، وغادي نوري لكم العجينه فين حبست عليها الماء. يلا بعد ما كملت ليها المقادير ديال العجين انا كنخليها قاصحه، وزدت ليها الماء، كملت ليها العجين بالماء. وبالنسبه لدابا غادي نلوحها في ميكرو سوبيا ونسد عليها تسخن. بالنسبه لما سخنته، بالنسبه لما زهر سخنته. نخليكم معنا حتى تشوفوا النهايه ان شاء الله، كتصدق ان شاء الله يا ربي. قاصحه دابا غنكورها كويرات اخرى، راني كنعجنها كنخليها قاصحه. دابا غنديرها في شي بلاستيكه ونديرها في سوبيره ونسد عليها واحد ربع ساعه عاد نبداها ان شاء الله. يلا نخليكم معنا.